أنا مبسوطة جدا وحاسة كمان بالفخر، لأن معايا قامة كبيرة في مجال الموسيقى وتاريخ كبير. احنا بنتكلم تقريبا من أواخر الثمانينيات، مجموعة كبيرة جدا من الأغاني الحلوة والألحان الرائعة. موسيقار كبير تعامل مع تقريبا معظم نجوم الوطن العربي. ودايما اللي كان بيتعامل معاهم كنا بنشوف بعد كده تحول كده ونقلة كمان في مشوارهم، رغم ان هم كانوا نجوم، بس مع الموسيقى الخاصة بتاعته بنشوف حالة تانية مختلفة. ظهوره الإعلامي مش كتير كده يعني، بيشوقنا، مش دايما بنشوفه على الشاشة، لكن دايما بنستمتع بأغانيه الرائعة وألحانه الجميلة. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الموسيقار الكبير سامي الحفناوي. اهلا بيك يا استاذ سامي. اهلا بيكي واهلا وسهلا واهلا بالساده المشاهدين. منورنا. انتوا المنورين ومصر كلها منوره. والنهارده يعني بعد الميلاد الجديد امبارح في افتتاح المتحف مصر العالمي، فانا اعتقد ان احنا في يوم مختلف وبدايه سنه جديده يعني. انا لسه كنت بقول كده في التقديمه، قلت حاسه ان احنا في بدايه فعلا حاجه جديده وحقبه جديده، عصر جديد يا رب، وانتصار جديد وحب جديد ومكانه جديدة. هي مش جديدة لكن ظهرت وبانت بشكل ربنا اللي عامله في توقيت. صحيح. مفيش حد أبدا، مفيش أي دولة في العالم عندها خبر جديد يسعد الوجود كله. مفيش غير مصر. بلدنا هي يعني ليها قائد يعلم كويس جدا جدا يعني ايه مصر وتاريخ مصر. صحيح. واللي شفناه ده كله يعني احنا نفسنا كمصريين ما نعرفش قدر تاريخنا بالشكل الكافي. ف الدنيا كلها كانت بتحتفل والعالم كله كان بيشوف مصر في توب عصري جديد. صحيح. ولكن هو جاي منين؟ جاي من جذور، جاي من جذور التاريخ كله والعالم كله والوجود كله. اول جيش نظامي في العالم في الوجود. صحيح. يتكلم ويعمل ويسوي. احنا خلينا مبسوطين واحنا كده بنشتغل وبنبهر العالم باللي طبعا موجود عندنا. طبعا احنا برضو عايز اقول انه ده مش معمول عشان العالم يبهر، لا، هم يدخلوا في التاريخ ويعرفوا اللي يعرفوه. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو مش لمجرد ابهار، ده مجرد انه هذا التطور اللي بيحصل ان احنا ما بنوقفش. صحيح. الحمد لله. دي مش ايدين بتبني، دي قلوب بتعلي. مش ايدين، دي ايدين ايه يعني؟ هو تكاليف و ديكوريشن ولوكيشنز لا الموضوع لا اكبر غير من بالظبط لما تشتغل في بلدك وبتعمل حاجه انت فخور بيها. أكبر من يعني كده. كانت في صور العمال والمهندسين بعد ما خلصوا جزء كبير او تقريبا خلصوا المتحف، قد ايه مبسوطين. ولو تشوف بقى مئات ويعني عدد مهول من العمال المصريين والمهندسين المصريين الشباب طبعا. يعني حاسين قد ايه بفخر، واحنا كمان يعني حاسين بفخر بالانجاز ده. المصريين لما بييجوا يتكلموا عن بلدهم لا حاجه تانية خالص. القطعه اللي موجوده تساوي ثروات العالم كله. اصل هو المساله مش وهم يعني، مش ان حد يفضل يتكلم ويفضل يعلن ان هو بيعمل وبيسوي وعنده بتاع. ده مش مقياس، الكلام ده مش موضوعنا ده خالص. احنا اجدادنا كبار قوي قوي كبار، هم اجداد الوجود كله. والمزيكا والفنون مرسومه على الجدران يعني من قديم الازل، كل حاجه. فعشان كده احنا عندنا الفن عندنا في مصر قد ايه بيكون مختلف، وقد ايه ان احنا من اوائل الناس المتطورين عندنا في الوطن العربي طبعا. وان احنا دايما يعني اللي احنا بنصدر الفن لكل الوطن العربي. يعني الحقيقه احنا بنشع انوار ونور وعلم وفن على العالم كله عشان يستمتعوا مش عشان يزعلوا. لا محدش يزعل خالص. عايزه اتكلم بقى مع طبعا الموسيقار الكبير سامي الحفناوي. احنا لما نقول سامي الحفناوي يعني بنفتكر كوكب تاني، بنفتكر لولاكي، بنفتكر علي الضحكايه، بنفتكر اعمال في تاريخ الفن المصري حققت نجاحات كبيره جدا ونجاحات غير مسبوقه. بس قبل ما نتكلم عن النجاحات دي، مين سامي الحفناوي وازاي حب الموسيقى وحب الفن وخليت التلحين هو مشوارك؟ والله انا يعني نشأت زي اي حد
دراسة مدرسة، وبعدين كان الموهبة ظاهرة وفرض نفسها عليا من من 7 8 سنين كده، يعني فرض نفسها بشكل قوي يعني. غنى، تلحين، عزف، كان ايه اكتر حاجة كانت في الفترة دي؟ العزف والغنى معاه، بالتالي في سمع وفي تذوق وفي تمرين وفي ممارسة العزف، واكتر حاجة كانت لافتة نظري ان انا يعني كان عندي تذوق في السمع. فانا من البداية، من اللي انا شفته في فترة معينة، ما حبيتش ان انا اكون فنان، مش حابب ان انا، لان طموحي الطبيعي الفطري اللي انا مولود بيه كبير قوي وقوي قوي ومتعب جدا، وفي اصرار وفي حاجات. فعشان ابقى في الفن بالشكل ده لا. اي فترة اللي حضرتك كنت متضايق منها؟ اللي هو من وانا 6 سنين 7 سنين 8 سنين، يعني كنت بشوف حاجات انا بقى فنان كده، لا ما احبش خالص خالص. فعلا؟ خالص. مش الفترة دي كان ممكن يكون في، يعني اكيد حضرتك ممكن تكون حضرت مثلا ام كلثوم، عبد الحليم في اواخرهم؟ لا، ما انا في نقطة تحول بقى حصلت. فانا يوم من الايام ما انساهوش. غير حياتي كلها. ايه اللي حصل في اليوم ده؟ ان كنت ماشي، وبعدين قربت من البيت عندنا، فسمعت جاي من البيت عندنا من جوه صوت بيغني. تمام. فسمعت الصوت بيغني ده فشدني، فكنت ماشي كده، لا مشيت كده، فضلت ماشي ورا الصوت. لقيت والدي الله يرحمه الجهاز محطوط، وفي مش اسطوانة بكر، وفي أغنية، وسامع حد بيقول موعود، كلمة موعود. فاللي حصل معايا في اللحظة دي، يعني هو لما بقيت في الفن والعلم وكده، فده يتدرس، يعني يتعرف للدنيا كلها ان في حاجة ربنا بيحطها في الصوت، لان انا مش عارف مين، انا سامع صوت بيقول موعود موعود بس. الطبقة دي والنغمة دي والصوت ده حاجة دخلت القلب على طول. انا مش عارف مين يعني، ولا انا عارف ايه هي الاغنية دي ولا ايه، ما اعرفش. انت إيه بس سمعت صوت عبد الحليم حاجة من دخلت بعيد القلب على طول. فدخلت فضلت واقف، حد بيكلمني انا مش سامع، ودني انت مع عبد الحليم اتظبطت معاه. اول حاجة ده ايه ده يا عبد الحليم، ايه ده؟ فبدأت ابحث اشوفه، فلما شفته حبيت ان انا اكون فنان من عبد الحليم. طبعا حبيت الشخصية دي، وحبيت ان انا اكون فنان، لانه لقيت فيه ثقافة وفيه علم وفيه شياكة. الموضوع شياكة وذكاء، وفيه ذكاء. يعني انا ما بحبش اكون يعني كده موهوب وبس. لا لا لا. لقيت فيه ذكاء وفيه شخصية وفيه حاجات اللي هو احساسي بعد كده اتأكد ان كل احساس وصلني من غير ما افهم كان من عند ربنا، احساس مظبوط، وطلع مش انا عندي حق، لا، في حاجة ربنا عملها، لانه الكاريزما اللي ربنا مديها لعبد الحليم والجاذبية اللي موجودة في صوته الله يرحمه، دي مش حاجة آدمية كده تتعمل وخلاص، لا، هو في حاجة موهبة ربنا اداها له، واداها له لسبب، عشان تعمل حاجة معينة للناس، تعمل حاجة معينة. وهو كان باقي الأدوات كلها اللي حصلت معاه في ظروف حياته أهلته إنه يكون في منتهى الإخلاص ومنتهى الإتقان، لدرجة إنه أي حد في موجود بيبقى عنده ابتلاء، أي نوع من الابتلاء. صحيح. فاتضح إن الابتلاء اللي ربنا إداه لعبد الحليم اللي هو المرض ده خلاه قاعد 24 ساعة مركز مع بيشتغل بيشتغل، بيبدع، بيطلع. اللي أنا عايز أقوله إنه والله وأنا بأقسم صادق، الفن اللي ربنا اداه لعبد الحليم واللي هو أتقنه، والنتاج اللي هو عمله من أعمال، لأن هو
هو اللي كان المحرك الاساسي للملحنين. مم. الملحنين مش قاعدين يلحنوا فعبد الحليم يغني، لا ده هو اللي بيقول انا عايز كده وعايز كده وعايز كده، لا ده دلوقتي نعمل ده دلوقتي، انا عايز اعمل حاجه وطنيه، هو اللي بيقود نفسه، بيقود موهبته وبيديرها. هو اللي بيدير موهبته طبعا بيديرها بشكل مؤسسه كامل، لان هو نفس الملحنين مع مطربين تانيين ما نجحوش نجاحهم مع عبد الحليم. صح، مختلفين. صح. لانه عبد الحليم طور الموسيقى العربيه، بقى ليها قيمه، لانها بقى الاغاني تتوزع توزيع اوركسترالي ومن غير ما يقول، ببساطه وبهدوء. الاغاني الوطنيه باوركسترا عالمي وموسيقى عالميه اللي بنسمعها. نسمع جبار، نعم يا حبيبي، نعم، كتير يعني. هقول كل الاغاني، لان هو ما عندوش اغنيه وحشه فيها سقوط، ما حصلش، لان هو ما فيش حاجه اجبرته انه يقدم عمل غير مكتمل. الواضح ان حضرتك عاشق لعبد الحليم زي كل لا دي دراسة، زي كل المصريين. دي دراسه. انا لما دخلت المعهد عشان ادرس الموسيقى، انا مش داخل ادرس الموسيقى جماديه. مش بدرس موسيقى جماديه، انا بدرس موسيقى عملوها اشخاص. فالاشخاص دول فيهم بيتهوفن وموتسارت وشوبان وهايدن ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل، اساتذتي. فانا بدرس موسيقى فيها كل ده، ورياض السنباطي وسيد درويش. يعني الدراسه هي كده من وجهه نظري. انا مش داخل اتعلم الموسيقى والالات والبيانو والسولفيج لا لا، ده اللي ربنا حطه جوايا. هو ده ما كانش في الكتب اللي انا بقوله، الاسماء دي. الموسيقى هي لغه بدرسها دراسه متقنه جدا، وانا مؤهل لده الحقيقه، لانه الحب هو باب كل حاجه ممكن تكون فيها توفيق. لان انا بحب الفن وبحب الحكايه. فالعلم هنا كان بالنسبه لي يعني متعه. فبس فعشان ادرس ده، طب مين اللي عملوا الموسيقى بقى اللي انا بدرسها دي، اللي انا بحبها دي؟ فدرست كله كله كله. درست يعني ايه؟ يعني حفظت كل حد عمل ايه الاول، وهو شخصيته كانت ازاي، وكان بيفكر ازاي برضه، وكان بيدير ازاي، لان الاداره دي موهبه لوحدها. طبعا موضوع خطير. يعني انا اتعرضت ان انا لاداره موهبتي انا مع الاداره دي. طب هل انا اللي هديرها ولا احتاج ناس تانية؟ طب التذوق، انا اللي هتذوق الكلمات اللي هلحنها ولا حد تاني؟ اكيد انت. فدي كلها شويه مجموعه حاجات كتير. فطبعا انا يعني الكلام خدنا على عبد الحليم، لكن عندنا الاستاذ عبد الوهاب، عندنا الاستاذ بليغ والاستاذ الموجي والاستاذ كمال الطويل، اسامي عظيمه، عباقره الموسيقى في الوجود في العالم كله. وانا بتكلم على ده بشكل علمي، مش كلام ومحبه بس. انا بحبهم وبحب كل اللي عمل بس بناء على دراسه، يشتغل في الموسيقى بناء على دراسه، حتى لو على مستوى العالم يعني. لكن انا اكتشفت اكتشافات كتير زي مثلا ان موسيقى عبد الوهاب، موسيقى بليغ، اي حد من اللي ذكرناهم، الاستاذ الموجي، لو خدنا لحن واحد بس، واحد يساوي جميع الحان بيتهوفن مثلا. لكن الاعلام العالمي بيعرف يسوق حاجته، وصل انه بيتهوفن ده اكبر حاجه في العالم. اكبر حاجه في العالم ايه؟ ده انا نيجي نجيب جميع السيمفونيات ونجيب اغنيه مثلا زي رساله من تحت الماء، زي حاول تفتكرني، ونقسمها كده هتطلع اكبر واشهر من الحان بيتهوفن كلها. مش بنلغيه، لكن العلم اللي عندي يقول كده. لان انا زي ما بقول لحضرتك، هي مش حكايه انه ده بيعمل موسيقى وده بيعمل، لا، هي دي الدراسه. يعني ده اللي انا عايز اقوله. تمام. زي ما عبد الحليم فتح الباب ليك مرة تانية ان انت عايز تبقى فنان وتحب الفن، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اصر ان انت تكون بتشتغل معاهم في شركة صوت الفن. مظبوط. وانت لسه طالب يعني، سنة اولى لسه. ازاي بقى يعني، ازاي اتعرفت عليه، ازاي وصلت له موهبتك، وقال لك ايه عشان يقتنع بيك بشكل كبير جدا، ويقول طبعا للراحل مجدي العمروسي ان انت لازم تكتب عقد مع الشركة؟ ده اللي حصل فعلا. لان انا زي ما بقول لحضرتك،
طموحي سابقني، وفي نفس الوقت ما بجريش على حاجه. انا بعمل بس، يعني بدرس بس، بعمل بس، بلحن بس، كذا كذا كذا. فتهيأت الظروف وانا لسه في سنه اولى في المعهد. بس في سنه اولى دي كان في قبلها سنه اسمها الاعدادي، تمام. اللي هي بعد الثانويه العامه. سنه اسمها اعدادي وبعدين اولى. فالاعدادي والاولى دول سنتين. يعني انا في سنه اولى كان اسمي مالي الشوارع. ايه اللي حصل؟ وانت لسه 19 سنه تقريبا مثلا. 20 تقريبا. او 19. انا مش فاكر يعني. يمكن زادوا دلوقتي شويه يعني. فهو الموضوع انه الحكايه دي انه طلع الحان ليا سمعها الاستاذ عبد الوهاب. ده اللي انا عرفته بعدين يعني. تمام. هو سمع، هو بيتابع دايما الجديد ويشوف كل الجديد. فسمع. ايه اول حاجه انت عملتها وسمعت قوي في الفتره دي؟ هو سمع اغنيه اسمها في ليله شتاء. ده محمد الحلو. اغنيه اسمها ليله شتاء. كلمات شاعر شاب وقتها سيد شوقي وغناء محمد الحلو. وبرغم ان هي اول اغنيه اللي هو سمعها ما اتعملتش زي ما انا عاوز، يعني انا عندي خيال في التوزيع وحاجات في المزيكا اتعملت يعني معقول، يعني مش زي ما انا عاوز بالظبط، لان انا كنت بطور يعني بطور اكيد في يعني الواحد وهو لسه بادئ غير بعد طبعا ما اشتغل كتير. هو سمع الاغنيه دي قال مين ده؟ الاغنيه اولا ما بتتكلمش عن محبوبه، ما فيش حبيبتي، ما فيش اغنيه بتتكلم عن الصديق. دي اول حاجه. تاني حاجه الفورم الموسيقي دايما الاغاني بيبقى ليها فورم، ليها قالب كده، مثلا مذهب وكوبليه، مذهب واثنين كوبليه وثلاثه كوبليه. الاغنيه دي ما فيش لا كوبليه ولا مذهب ولا حاجه، هي على بعضها كده ايه، بتحكي حدوته كده وبتخلص. بالاضافه لان فيها حاجه معينه في العلم، ان دايما لما نبتدي لحن بسكيل معين بمقام معين، ابتدينا اللحن وعملنا جوه اللحن تحويلات او حاجه، لازم في الاخر نقفل اللحن بنفس المقام اللي ابتدينا بيه. لا دي ما قفلتش كده. لا، ده اغنيه دي ابتدت بالمنير اللي هو النهاوند، وقفلت بالمجير اللي هو العجم. يعني ابتدت بحاجه وانتهت بحاجه. طب ما تسمعنا كده ابتدت بايه وانتهت هل الحاله دي كلها على بعضها يعني لا، ده يعني متوافقه، يعني فيها فكره. بس انا ما قصدتش، الاحساس اللي طلع مني كده. لان انا احساسك بالكلمات. احساسي هو اللي طلع. انت لحنت في الوقت ده على الكلمات طبعا. على الكلمات طبعا. طيب ممكن نسمع كده؟ لان انا كان عندي شاعر مش عايز تغني ولا كنت معذبه اسمه سيد شوقي. ايوه. هو قاعد يكتب كتير وانا قاعد من الكتير ده اخد دي واسيب دي واعمل دي، يعني برضه دي انت بتلحن اللي انت حاسه. طبعا لازم احب الحاجه. اتعرضت على محمد الحلو بقى جاهزه؟ انا ما عرضتش حاجه الحقيقه. امال ازاي لغايه دلوقتي اللي هي يعني ربنا يهيئ الظروف. هو حد كان قاعد معايا وسمع مني حاجات. الحد ده اسمه علي حميده، الله يرحمه. عارف ان انا بلحن، فسمع حاجه من الحاجات اللي انا بعملها. انتوا كنتوا اصدقاء مع بعض في الدراسه من زمان؟ انا كنت طالب وهو معيد. كان اكبر. انا كنت لسه طالب وهو معيد. فسمع من حضرتك بقى سمع دي، فلقيته كنا قاعدين احنا في جوه المعهد في قاعه كده. فقال لي اوعى تمشي، خليك اوعى تمشي، انا ثانيه واحده. فانا عادي، انا كنت يعني ماسك العود وجنبي بيانو وقاعد بقول حاجات وكده. فهو راح خرج بره وغاب كده وبتاع، بعدين لقيته جاي وجايب في ايده محمد الحلو. جابه لغايه عندك؟ انا قاعد قلت عادي يعني، مش في بالي حاجه وبتاع. فقال لي سمع الاغنيه اللي انت سمعتها، اللي انا سمعتها من شويه دي، سمعها لمحمد الحلو. محمد الحلو قعد قال لي ايه ممكن اسمع وبتاع. قلت له انهي اغنيه؟ ما كنا بنقول حاجات كتير. قال لي اغنيه ليها مطر وشتاء وبتاع وما اعرفش ايه. قلت له ماشي نسمع. فمحمد الحلو يعني انا كنت بشوفه في المعهد، لكن احنا مش اصحاب، مش اي حاجه خالص. ومش حاسس ابدا عمري ان احنا هنبقى اصحاب، مش عارف ليه. طيب هو كده حاجه كده يعني، هو كان في حاله قوي وانا في حالي قوي، ما حسيتش ان انتوا ممكن تبقوا اصحاب خالص. فاحنا قعدنا كده وبتاع، فانا رحت مسمعه الاغنيه. فهو طول ما انا قاعد بسمعه
اغيب كده وبعدين ابص لوشه والاقي مفيش اي رياكشن، مفيش اي انطباع، اي حاجه، وهو عمال يعض في شفايفه كده وبتاع. فشكله يعني شكله لو انا قلت ماله متغاظ من حاجه. وبعدين فانا ماشي خلاص، كملت لغايه ما خلصت وبتاع. ففضل عامل كده، فانا ببص له لقيته ما بيقولش حاجه ولا اي حاجه خالص، ما راح قايم واقف. ايه العجبه دي؟ فقال لي انت وراك ايه، بتعمل ايه دلوقتي؟ قلت له انا خلصت انا. قال طب يلا قوم، تعال قوم يلا بينا. يلا بينا يلا بينا من غير ما اساله. انت رحت مش عارف يلا بينا على فين ولا حاجه خالص. يلا بينا. نزلنا من المعهد، نازلين، ما بيكلمنيش، مش بيقول لي مثلا انا ولا قال لك حلوه ولا قال لك هايله ولا اي حاجه خالص ولا خالص، ولا انا اعرف عنه اي حاجه. ركبنا العربيه وفضلنا العربيه ماشيه ساعه ونص، ما بيكلمش، ما فيش، ولا انا عارف رايح فين. طب انت ما عندكش اي فضول تقول له عجبتك الاغنيه؟ انا حبه صبر بس. تمام، هعرف. ماشي. هعرف. فضلنا ماشيين لغايه ما جينا عند قصر الطاهره كده في مصر الجديده. فالراجل قال لي يلا بينا. يلا بينا. دخلنا عماره، طلعنا، راح فاتح الباب. المدام قال لي دي المدام، اتفضل اتفضل. لقيت نفسي داخل لا قادر ابص على حاجه ولا اي بتاع، داخل قاعد عامل كده وبتاع، وانا فاهم في حقيقة. ما احنا كنا في المعهد يعني، جينا البيت ليه؟ نعمل ايه يعني؟ فجي قال لي يلا بقى عشان ايه، يلا نسمع الاغنيه ونسجلها هنا عشان احفظها، عشان هنسجلها وانا هكلم المنتج دلوقتي يجي لنا واحنا قاعدين. شوف سايب كل ده وين في لحظه بيقول لي كده يلا بقى. فعمل كل ده يعني. فعلا قعدنا سمعنا سجلنا وكده وبتاع، والمنتج جه وبتاع وسمع وبتاع، قال له يلا بينا على طول. فروحنا، قال لي راح مكلم ميشيل المصري يلا بينا عشان يوزع وعشان نسجل اغنيه الايام الجايه يعني بتاع. وحصل يعني. وسجلنا الاغنيه ونزلت الاغنيه. فالاغنيه نزلت، فالاستاذ عبد الوهاب لما سمع الاغنيه دي راح قايل للاستاذ مجدي العمروسي لا ده اسمه سامي الحفناوي، ده تجيبه تشوفوا فين ده، مين ده، وتجيبوه في الشركه، ده لازم يبقى في صوت الفن. فحصل بقى الموضوع ده، بدأت الحكايه. بدأت اجمل حكايه بقى، لان انا استمتعت بده اكتر من استمتاعي بالاغنيه، بالحاله نفسها. اليوم ده انا في المعهد، ولقيت الدكتوره رتيبه الحفني العميده بعتالي، رحت قالت لي سامي تعالى بسرعه، انت وراك ايه؟ لا سيب ما تحضرش حاجه دلوقتي وتعالى عشان في صوت الفن الاستاذ مجدي العمروسي عايزينك ضروري، الاستاذ عبد الوهاب عايزك تروح صوت الفن دلوقتي، وفي سواق وفي عربيه تحته قاعدين مستنيين، انا اللي اقول لهم اوكي او لا. فانا اوكي، فعايزاك تروح وتكلمني وتبلغني عملت ايه وايه الموضوع عشان افهم، لان انا حاسه ان في حاجه كويسه، فيلا ايه. بس كده. وكانت رحت دخلت مكان عبد الوهاب، عبد الحليم، التاريخ كله بقى. طبعا صوت الفن. اليوم ده يعني عايز وقت كتير قوي عشان نحكي عنه، لانه حصل فيه حاجات كتير. خلينا نشوف الاغنيه. اتفضلي نشوفها. احنا تاريخ طويل، فلو وقفنا كده عند كل حاجه احنا ممكن نقعد بكره الصبح بقى. طبعا. انا عايزه اتوقف عند عملين من اشهر الاعمال اللي حضرتك قدمتوها.
كوكب تاني اللي لغايه دلوقتي لما بتتغنى حضرتك، يعني انا بسمع مدحت صالح وهو بيغنيها في الحفلات، انت مش متخيل رد الفعل عليها لغايه دلوقتي عامل ازاي. اغنيه عاشت تقريبا اكتر من حاجه و30 سنه. صحيح. قصه كوكب تاني بدات ازاي وبرده حكايتها ايه؟ واللي انا اعرفه برده انها ما كانتش لمدحت صالح، كانت المفروض السيده تغنيها. مظبوط. بدات ازاي كوكب تاني مع حضرتك؟ والله هو انا يعني لقيت انه بيكلموني ورشحوني ان انا امثل مصر في مهرجان عالمي. تمام. فانا الحقيقه خفت جدا من الحكايه دي، ويعني مسؤوليه كبيره، طبعا. فخفت. فبدات اعتذر بطرق كتير أوي وهم ابدا يعني الاعتذار مرفوض، لغايه ما جولي المعهد بقى وبتاع، وانه لازم الموضوع ده ولازم نقعد ولازم، طب اسمع الكلام، طب شوف الموضوع ايه، طب افهم الحكايه. طيب افهم الحكايه. فقالوا لي في مهرجان في شيلي في امريكا الجنوبيه، واحنا لازم ملحن مصري شاب وصوت مصري وانت المرشح. تمام. رشحناك. فقلت لهم ان شاء الله وبتاع. وبدات انا مش طبيعتي كده، بدات اهرب منهم يعني يعني ما اردش على التليفون. لا خايف، لان الحمد لله في الوقت ده انا يعني اي حاجه عملتها كانت ربنا موفقني فيها وفي نجاح. فمش عايز حاجه تدخل مهرجان عالمي بقى وهدخل في مسابقات وبعدين ما يحصلش توفيق، فمش هتبقى لطيفه يعني كتفكير. ايوه. مش عايز اعمل كده ابدا، يعني اهرب ابدا. ما فيش، عملت كل الطرق عشان ما اعملش الغنى، لغايه ما خلاص فاضل 3 ايام ويومين لقيت ان انا متسبب في ازمه هعمل لهم مشكله كبيره جدا جدا. تمام. فعشان غيري بقى لا، مش هينفع. انا حسيت ان انا هبقى سبب في اذيه الناس، في كارثه. وبعدين اول ما قالوا لي ده مصر، ده انت بتمثل خلاص يعني انا استسلمت للامر واللحن اتعمل. ربنا الهمني بالفكره وطبعا الكلام جديد وفكرته جديده برضو، ما هياش اغنيه عاطفيه. مش اغنيه فيها مشاعر وجدانيه بعد فراق شوق، مش كده خالص. ده موضوع تاني خالص. ده واحد رافض كل حاجه. وبعدين وانا عايز اعيش الحاله، مش حكايه مزيكا ولحن. فيعني جت اللحظه الحمد لله وطلع اللحن. فلما طلع اللحن في اللحظه دي حسيت ان في حاجه مش عاديه. فخفت على اللحن بقى، خلاص اتحول الهروب الى حاجه بقى انا خايف عليها، انا حسيت بيها. وحسيت باهميته بعد ما انت لحنت طبعا. الكلمات وحسيت بقى الاغنيه على بعضها. طبعا. ليه؟ لانه لو جينا بصينا لاغنيه كوكب تاني هنلاقي ان اللحن 5 كوبليه بالظبط، مش كوبليه بيتعاد او لا، دي كل كوبليه بلحن جديد خالص، اكنه غنوه جديده. بالظبط. يعني الاغنيه بقت في الوقت ده بقت دقيقه او دقيقه ونص وبتاع، ودي 5 كوبليه لسه، وتقبل انها تبقى ساعه يعني. تقبل لو قعدنا نعيد ونزيد، وزي ما حضرتك تفضلتي ان كل كوبليه لحن مختلف بالظبط. فتقريبا عدينا على المقامات الموسيقيه كلها ما عدا الربع تون، ما عدا المقامات اللي فيها الربع تون. المهم انه حصل اللحن بالشكل ده كده، فبدات اخاف عليه. طيب جه بقى الموضوع قابلتني مشكله ثانيه. مين هيغني؟ هم عايزين مطربه مغنيه يعني. فمغنيه مين المغنيه بقى اللي انا هحط تديها امانه بقى لحن عظيم زي ده؟ الامانه انها تطلع باللحن ده وفي مهرجان عالمي وهتتحسب علينا هي يعني. مين بقى المطربه اللي انا اللي هقول مين كمان يعني. فبقت عندي مشكله. كان في الوقت ده في اسماء معينه هم البارزين واللي موجودين يعني مش هذكرهم، مفيش داعي. فانا شايف ان هم مش مناسبين خالص يعني. في واحده منهم صوتها مناسب جدا جدا جدا. طب ايه المشكله؟ لكن شكلها بلدي شويه. انا اسف يعني ايه مش شكل لايقه على الاغنيه. لا مش شكل مهرجان عالمي هيطلع، ما هم هيشوفوا كل حاجه. ايوه. فلازم يبقى في والله حضرتك ذكي يعني، انت حسبتها من كله. انت عايز ابدا الشكل والاداء والصوت وكله. هتقل في الدرجه، فالموضوع لا يعني لا. تمام.
وانا عشان ما اظلمهاش حتى ما اقترحتش ولا جبت سيرتها ولا اي حاجه. طب حد تاني المناسبه، لكن الصوت مش مش قد قد مش قد الغنوه. لو الغنوه مثلا جمله واحده لحن ابسط من كده كان ممكن، لكن اللحن ده عايز صوت متمكن، ما فيش. بس فانا كنت في حيره وعايزين يعرفوا مين، فانا عامل ازمه يعني. طب مين عشان نسجل؟ اقول لهم لسه خلاص، لغايه ما بقى فاضل بالظبط 3 ايام. وانا في ازمه، انا مش عارف اسجل، انا عندي كل يوم استوديو بسجل. فحاسس ان انا عندي مشكله جامده تتحل. في كل الحالات اول ما يعني على طول الواحد يقول يا رب، فيوم ربنا يحلها. صحيح. مش من عندي يعني. بس كده فاهم. كنا قاعدين عندي استوديو، ف دخلنا الماركت عشان ناخد حاجه، نشرب حاجه، وبعد كده اطلع على الاستوديو. فوانا قاعد في شخص يعني نجم كبير معروف جدا جدا، لقيته بيخبط على كتفي من ورا. يعني احنا قاعدين كده، جه بيخبط على سام وبتاع. فانا بصيت عليه كده وقمت سلمت عليه. فلما سلمت عليه جالي خاطر انه يبقى ممكن الموضوع يبقى مطرب مش مطربه. تمام. بس مش هو، مش اللي سلم عليك. لا انا بحكي حضرتك بالظبط، بس بمنتهى الامانه يعني. انه مش هو يعني. بس جالك انه ينفع يبقى راجل اللي يغني الاغنيه. ينفع وما ينفعش، هو ده اللي انا هفرضه. خلاص ما فيش الا ده. فرحت كده، هو قال لي انت فين وبتاع. طب انا هنا بعمل، هاجي لك. وقلت له اوكي خلاص. بقى راح هو، وانا رحت قاعد. اللي قاعد قدامي هو مدحت الجمال، المذيع والشاعر اللي كاتب. اللي كاتب الغنوه. قال لي في انت مالك في ايه؟ قلت له بقول لك ايه، الاغنيه دي مش هعملها بصوت نسائي ابدا. قال لي في. قلت له ما فيش حل قدامي غير ان ابقى مطرب. قال لي طب انا هكلمهم واقول لهم كده. قلت له كلمهم وقول لهم كده، يا اما انا سلام عليكم، انا مش هعمل الموضوع ده الا هو كده، ما عنديش اي حاجه ثانيه. فقال لي طب بقول لك ايه، يلا وانا هتصرف. يعني انت اعمل نفذ ده وانا هتصرف. فانا ببص التليفون، رحت قايم مكلم مدحت صالح. كنا احنا عاملين مش ليكي انا ومحال، وعاملين حاجات. ومحال دي كمان كانت من الاغاني حلوه قوي برضو. ما دي كانت لحن وتوزيعي هي ومش ليكي انا. فرحت مكلم مدحت، قلت له مدحت ابقى عايزك ضروري. قال لي مستنيك انا قدام شويه ونازل. قلت له ما تنزلش، ما فيش انا جاي لك. ما تنزلش، ما فيش نزول. قال له انا مستنيك. فمشينا، سيبنا اللي بنعمله، يلا على مدحت. بس وانا قاعد اول ما دخلت على المدحت قلت له في مهرجان وفي كذا 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 ويلا ولازم نسجل. راح ماسكين التليفونات وحاجزين الاستوديو عشان نسجل. احنا عملنا كده على ما حجزنا الاستوديو، انا ما اعرفش ايه. انا قمت يعني مدحت صالح راح الاستوديو كان لسه ما سمعش الغنوه. هو ما سمعهاش اصلا. ما سمعش اصلا خالص. اول مره سمعها وانت بتقول له اللحن داخل الاستوديو. انا رحت سجلت الاغنيه، انا سبقت ورحت سجلت الاغنيه عشان هو كان عنده مش عارف ايه. وجالي الاستوديو الساعه 3 بالليل. كنت انا سجلت الاغنيه وغنيتها بصوتك. انا اللي غنيتها عشان انا مش هقعد جنبه اقول له قول ايه. لا ده هو اللي انا مسجله. هو ده اللي انا عايزه بالظبط يعني. سمعه واشتغل على نفس اللي حضرتك بقى يسمع ويسجل، يسمع يحفظ كوبليه ويسجل والكلام موجود. خلاص يعني هي اترتبت كده. خلصنا الاستوديو الساعه 6 الصبح. الشريط طلع من الاستوديو على الطياره. هم رتبوا ان في حقيبه دبلوماسيه حد هو ده اللي هياخد شريط ويوصله عشان احنا اتاخرنا. حلو حماس الشباب ده، ويلا يعني يلا طلعت على. بس اول ما طلعت قلت له ما حدش يجيب لي سيره الاغنيه دي تاني خالص، واوعى صحافه. ممنوع تقعد تقول. انا عمال ااكد. انت كنت خايف علشان ممكن ما تفوز. مرعوب. مرعوب، ده مستقبلي كله. بس لما فازت بقى واخدتوا جايزه ما كانش حد اخدها في مصر الا الموسيقار عبد الوهاب. دي هي خدت جايزتين. الجائزه الاولى جايزه المهرجان. لما بقت في تركيا وبتاع جايزه المهرجان. لكن منظمه EMI اتصلوا وحجزوا في الماريوت برضو في نفس القاعه اللي كنا فيها. وكرموني بالاسطوانه البلاتينيه، وهي دي كانت يعني تاني موسيقار عربي يحوز على الاسطوانه البلاتينيه بعد الاستاذ عبد الوهاب. وده طبعا كان حلم كبير، مش حلم انا ما حلمتوش. هو ربنا اراد كده. ربنا اللي اراد. الحمد لله.
نتكلم بقى بسرعه كمان عن لولاكي. اللي لولاكي لغايه دلوقتي الناس عارفاها وحافظاها، حتى الاجيال اللي عندهم 10 سنين 12 سنه عارفين ان في اغنيه اسمها لولاكي. وانا كمان. مصر كلها. بالرغم الصداقه والزماله اللي كانت طبعا يعني ما بين حضرتك وما بين علي حميده، بس انتوا ما اشتغلتوش مع بعض فتره طويله. كنت حضرتك محترف بشكل كبير لكن ما اشتغلتوش مع بعض، وكانت اول مره تشتغلوا مع بعض في لولاكي. عشان هو كان مفيش ما كانش ناوي يغني. مفيش غنى ولا حاجه، ولا طموح غنى ولا حاجه، سافر بره مصر. يعني انا بشتغل هنا وهو مسافر بره. فهو لما رجع حصلت قصه كده، وحصلت من نتاج القصه دي انه بقى فيه لولاكي. يعني ده اللي حصل. ايه القصه؟ لا هي طويله، نقولها. اعتقد مرات. هو يعني كان جاي لي البيت، وانا كان عندي منتج، والمنتج ده جاي لي عشان اعمل له ألبوم لشخص معين. وبعدين يعني طلب مني حتى ان احنا يعني ماديا بعدين يعني نتعامل بعدين، وانا وافقت بالحكايه دي وكده. فعلي حميده اصر انه يقعد معانا ويتكلم وبتاع، هو بره الحوار. فتعرفوا ببعض، فتقابلوا تاني يوم عشان يبيع له ارض. حاجه تانية بعيد عن الفن خالص. وارض عايز يبيعها له وانا مش عايز. انا ارض ايه؟ انا مش فاضي. هو مين اللي عايز يبيع الارض؟ علي حميده ولا المنتج؟ حميدة. عايز يبيع الارض. هو جاي لي عشان كده، عايز يبيع الارض، انه بيبيع ارضه عشان انا اشتريها، وانا رافض. ارض ايه؟ انا مش مركز في الحاجات دي خالص. انا في الفن، في المزيكا. فبقى يعني ايه بيشكي له مني انه انا مش فاهم حاجه، والمفروض الارض دي ثروه وحاجه المفروض يعني ومتاح ان انا اخدها. فهو التاني قال له طب ما اخد انا ممكن جزء يعني نص يعني. فقال له اوكي ماشي. قال له خلاص نتقابل بكره بتاع. فتقابلوا بكره. فبس. فلما تقابلوا بكره هو عزم علي حميده على كشري في الشركه عنده. ويبدو ان علي حميده هو يعني بيفهم في حاجه معينه. فلما جه قال له ده انا هاكلك احسن كشري في مصر وبتاع. فلما جه ياكل الكشري قال له ايه القرف ده؟ سوري انا ما باكلش. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله. فقال له ايه؟ قال له لا ما تعالى انا هعزمك على مكرونه انا بعملها اسمها مبكبكه. المبكبكه دي جميله. فخدوا هم اللي بيكلموني من البيت بقى. احنا مبكبكه وبنعمل وبتاع. فقال لي ده علي حميد ده شخصيه لطيف جدا. قلت له ده كان بيغني وبتاع. قال لي يا شيخ والله صح. قلت له طب بص قول لعلي حميد يطلع لك الشنطه اللي عنده شنطه. ده سر بقى القصه. قلت له علي حميد عنده شنطه فيها بعض الالحان والقيم الفلكلوريه كلمات ولحنا، وانت ظروفك الماديه صعبه انا عارف. فخليه يسمعك الحاجات دي واختار منها حاجات، وهات حميد الشاعري يعمل له شريط طبل وزمر. والله زي ما بقول لك كده طبل وزمر كده. ده نص الحوار. كلام بنهزر يعني. فقال لي والله طب هشوف كده وبتاع. فهو قال له فعملوا الحكايه دي. فبعد 6 ايام بيكلموني من الاستوديو الحق احنا سجلنا 6 اغاني من شنطه علي حميد. من الشنطه. وبعد 6 ايام يعني هم عملوا الحكايه دي النهارده وراحوا الاستوديو وحميد وزع اغاني وبتاع. ودخلت الحكايه في الجد يعني. بس بعد كام يوم كمان كلموني قالوا احنا خلصنا. بس ازاي خلصنا ونعرف بعض عندك وازاي ما تعملش لحن يبقى فيه لحن ليك؟ انت السبب. ده احنا كانت هتفوتنا الحكايه دي. ده احنا شكلنا مش حلو. قلت لهم لا ابدا انا مش في بالي الموضوع ده. قالوا لي لا ده احنا عايزين اغنيه هديه. كلمه هديه دي بقى هي السبب. احرجوك. ان انا قلت لازم تعمل اغنيه هديه. حد بيقول لي هديه يعني انا عايز اخد دي بتاعتك. لازم اقول له اتفضل. هنا اللحن كان الاول ولا الكلمات؟ الاثنين بدأوا مع بعض. مع بعض. بس عز الجندي كان كاتب لولاكي. فانا شفت الكلمه لفتت نظري الحقيقه. لولاكي. فقعدت الحن الكلمه لوحدها بس الاول. يعني لولا دي اضافه من عند حضرتك. ما هي جوه الكلمه لو كتبناها لولاكي. لولا كي. ففي لولا في الاول. الفكره اللي جت ان انا قلت اخد كلمه من جوه الكلمه ويتعمل بيها لولاكي. لولاكي. الخاطر جه كده. ربنا بعت الفكره كده. انا مش واخد بالي على فكره يعني. الفكره جت كده. دي مصر كلها كانت بتقول لولا. ما هي كده. بس هي مش كلمه مضافه. ده هي كلمه جوه الكلمه. جوه الكلمه نفسها. وهي دي الفكره.
هي دي الفكره. بصراحه كنت متوقع النجاح اللي حققته لولاكي؟ ابدا ولا غيرها. ولا كوكب تاني ولا علي لا، الضحكايه ولا اغاني لطيفه نوع النجاح ده ما ينفعش نحلم بيه، مم. لان هو نوع معين من النجاح، هو اقوى من الحلم الحقيقه. هو ربنا عايز كده، فالحمد لله ده ربنا وفقنا فيه. كم مطرب ومطربه اتصلوا بحضرتك بعد نجاح كوكب تاني وبعد نجاح لولاكي وقالوا لك عايزين نشتغل معاك وعايزين زي نوع الاغنيه دي؟ كتير قوي، كلهم كانوا بيقولوا عايزين زي دي. وعلى راسهم هاني شاكر. بس انت ما عملتش زيها. لا ما ينفعش. يعني انا اتربيت على اني ما اعملش لحن زي التاني زي اللي قبله. بس احنا ساعات بنشوف ملحنين وموجودين دلوقتي عمل لحن حلو قوي وتكسر الدنيا، تلاقيه مكرره مع اكتر من مطرب، فما تحسش بخصوصيه اللحن او بخصوصيه الاغنيه دي للمطرب ده. لا ما ينفعش، لانه لما هاني شاكر يقول لي انا عايز زي لولاكي ويصر، فانا اقول له ايه حاضر عينيا. طب انا مستعجل اقول له حاضر عينيا، بس انا بعمل حاجه تانية غير اللي طلبها. يعني مش عشان قال لي كده اقوم انا اعمل له زي لولاكي. زي لولاكي ما زي لولاكي هنعمل ايه؟ نجيب سماكي ونقول سماكي سماكي ماكي 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 مثلا. فانا ما عملش كده الحقيقه. ليه؟ لان شخصيه صوته حاجه مختلفه. يعني لما يجي هاني شاكر يبقى ده امتداد لاحب احبابي في الفن عبد الحليم. فلازم اخده انا حياتي، تعالى اهلا وسهلا. يعني عارفه قصدي؟ ايوه عبد الحليم اللي انا ما كانش ليا الحظ يعني ان الحقه يعني وكده، فتعالى بس وديته اللي بيناسبه اللي شبهه. علي الضحكايه ما لهاش علاقه خالص بلولاكي ولا بكوكب بس تاني. برضو من انجح الاغاني اللي غناها هاني الحمد شاكر. لله الحمد لله. وبيتهيألي بعدها اختيارات كمان النجم هاني شاكر كانت مختلفه عن اللي قبلها. الحمد لله. ما انا برضو حتى في هاني شاكر اتمدت الايدين حاجه تانية. صحيح. يعني حاجه مختلفه. طب شاور، طب ليه ما نحلمش، يوم العيون حزينه، كتير يعني مش فاكر كله، بس هي طبيعي انها تبقى حاجات مختلفه طبيعي. ما انا برضو اللي انا اتعلمته انه عبد الحليم ما عندوش اغنيه زي التانية ولا الكلمات حتى، لا افكار مختلفه. فالفن فيه كده. طب لو ده مش متوفر يبقى ما تطلعش، يبقى اتعب دور ابحث. اللغه ما بتخلص، المزيكا ما بتخلص. حتى من الحاجات المهمه جدا ان اداء كل اغنيه مستقل غير الاغنيه اللي قبلها وغير اللي بعدها. الاداء كمان بيختلف. الاداء طبعا طبعا. طيب انا عايزه اتكلم معاك عن حاجات كتيره قوي، بس عايزه يكون اخر سؤال عن النجمه الكبيره نجاة ومشروع الالبوم اللي انتوا كنتوا هتعملوه مع بعض، وحضرتك قلت هو جاهز عندي بس كان كل سنه يتاجل. اتاجل كتير. ما زال قائم المشروع؟ مشروع موجود وقائم، لكن هو الظروف في البلاد انا عايزه ينزل في ظروف هاديه شويه. هل هو متسجل؟ يعني متسجل بصوت الفنانه نجاة عند حضرتك ولا لسه هتسجل؟ طبعا لا متسجل جاهز. كله متسجل. بس انا يمكن في فتره من الفترات كنت هنزله على انه البوم. انما قررت ان انزل اغنيه هي البوم برضه. هسميها البوم، يعني مش هنزله مع بعض، هنزل واحده. كام اغنيه اللي عند حضرتك؟ هم 4 بس انا هنزل واحده. وعايز اقول حاجه، ان في اغنيه انا عملتها لنجاة هي ما اتسجلتش لسه. بس الاغنيه دي يعني امبارح والايام دي على طول على بالي جدا جدا، وان شاء الله اعملها واطلعها، بس مش هتبقى بنجاة بقى، هيبقى بحد تاني. مين ممكن يكون بديل للفنانه نجاة؟ الاغنيه اسمها جوهرة العالم. حلو. على مصر. لانه فعلا مصر هي جوهرة العالم. فانا اشتغلت في الاغنيه دي على انها هتبقى نجاة، بس انا يعني مش هيبقى مناسب ان هي دلوقتي عشان التصوير وكده. فلسه هفكر اشوف مين الصوت اللي انا احس انه مناسب، لان الاغنيه دي مهمه جدا جدا في تاريخ الفني على مستوى الاغاني الوطنيه، وهي اقل حاجه ممكن اقدمها لبلدي مصر. يا رب نشوفها قريب ان شاء الله، ونشوف كمان ال4 مشاريع اللي حضرتك عاملهم مع الفنانه الكبيره نجاة ان شاء الله. ومفيش احلى من الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، يعني ان شاء الله ان شاء الله ينزلوا ويكسروا الدنيا وينجحوا. حتى يعني ولادنا برضو في الفتره الجايه اعتقد انه اللي حصل في افتتاح المتحف ده انا عايز اقول انها علامه كونيه في الكون كله. انه
كل اللي جاي تفاؤل وخير جدا 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 لمصر طبعا. طبعا ان شاء الله. لضيوف مصر واحباب مصر اهلا وسهلا. ان شاء الله. لكن مصر علامه كده ان كل حاجه هتتحسن وهتبقى يا رب باذن الله. وحلو اسم الاغنيه، حلوه قوي، جوهره العالم، حلو. مصر يا رب نشوفها قريب باذن الله ان شاء الله. واكيد لينا لقاءات تانية عشان نتكلم على تاريخ طويل مع لطيفه ومياده وراغب علامه وغيرهم كتير من اللي انت لحنت لهم. ونسينا كمان نتكلم على احلى حاجه بتاعت ايام الغضب. يعني نتكلم المره الجايه باذن الله. المره الجايه ان شاء الله. موسيقار الكبير سامي الحفناوي، نورتني يا فندم. متشكر جدا وفرصه سعيده. واحنا طبعا الكلام بيبقى فيه حاجات، بعض المعاني بنقولها مكرره، بس هي دايما فيها اختلاف، يعني دايما تبقى حاجه مختلفه عشان نتكلم عن الجديد بقى الفتره الجايه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. شكرا يا فندم. شكرا. عفوا، شكرا جزيلا. كل مشاهدينا فاصل وهرجع معكم مره ثانيه.